سيضرب الموت بجناحيه السامين كل من يزعج سلام الفرعون. كانت هذه العباره اللي لقاو فاش فتحوا القبر ديال توت عنخ امون، لقاوها مكتوبه على الباب اللي موراه مباشره كاين الكنز والتابوت ديال الفرعون توت عنخ امون. العباره اللي كانت مكتوبه باللغه الهيروغليفيه اللي هي اللغه ديال الفراعنه القدامى، كانوا كيكتبوا برموز سواء نسر ولا بومه ولا الفعه ولا سبع، وكل رمز كيعني حرف، ولكن حتى واحد ما تسوق لذاك التحذير اللي لقى مكتوب على الباب اصلا. شكون اللي مسوق لهذا الخريف هذا ديال الفراعنه اللي داز عليه اكثر من 3000 عام، ولكن غادي يدفعوا الثمن غالي يدخلوا لهاد المقبره هذه وما تسوقوش لذاك التحذير، وكان الثمن هو حياتهم. كتبدا القصه كامله في عام 1922 باش غادي يكون هاورد كارتر وهو واحد العالم ديال الاثار غادي يكون ساخط ومعصب وطالع عليه الدم، حيت عيا ما يقلب في الصحراء المصريه باش يلقى شي مقبره فرعونيه قديمه، ولكن بلا فايده ما لقى حتى شي حاجه، لدرجه الفلوس اللي عنده ما بقاوش كافيين، ما بقاش عنده باش يكمل عمليه البحث والتنقيب، وحتى داك الممول اللي مول ديك البعثه ديال البحث صافي مل وسخط على الوضعيه، حيت عيا ما يمول ويصيفط ليه فلوس، ولكن بلا فايده ما لقى حتى شي حاجه، ما لقاو والو، مده هادي وتيقلبوا ما لقاو والو. كان سميت الممول لورد كارنارفون، غادي يقول لورد هاورد كارتر هذه هي اخر مره غادي نصيفط لك الفلوس، الا ما لقيتي والو اعتبر التمويل ديالي راه سالا لك، ما غاديش نعاود نصيفط لك حتى شي حاجه. وبالصدفه في اخر محاوله لهاورد كارتر كانوا كيحفروا باش غادي يطيحوا في واحد الحجره كبيره، شويه غادي يحيدوا ديك الحجره باش يلقاو واحد الفتحه اللي موراها كاين واحد الدروج كيهبطوا لواحد القبر، وهنا عرف كارتر بلا اخيرا حقق الحلم ديالو واكتشف داكشي لسنوات هادي هو تيقلب عليه. قال لورد كارنارفور شنو لقى وقال لي خصك تزيد تمولني، راه اخيرا وصلنا لداكشي اللي كنا كنقلبوا عليه. جا اللورد باش يشوف داكشي بعينيه، وبالفعل كان باين انه مور هذا الباب الحجري كاين شي كنز اللي كبير بزاف، ولكن الحاجه اللي غريبه هي ديك العباره اللي لقاو مكتوبه على داك الباب اللي كيدخل داك القبر الفرعوني: سيضرب الموج بجناحيه السامين كل من يزعج سلام الفرعون. ولكن هما الفرحه ديالهم بهذا الاكتشاف هذا خلاتهم ما يتسوقوش لذاك التعبير، واصلا هذا الشيء بالنسبه لهم غير تخاريف وخريف ديال شحال هذه جمله تحذيريه دازت عليها اكثر من 3000 عام، خريف ديال الفراعنه، شكون اللي باقي مسوق لهذا الشيء اصلا؟ غادي يرسوا داك الباب باش غادي يلقاو موراه كنز، واحد الكنز اللي كبير بزاف، تقريبا 5392 قطعه ذهبيه مخلطه ما بين ادوات الملك والتابوت الفرعوني اللي محنط فيه الملك توت عنخ امون. وهذا التابوت بوحدو كانوا فيه 3 ديال التوابيت، تابوت داخل تابوت داخل تابوت، عاد باش لقاو الجثه ديال توت عنخ امون. وهذوك التوابيت جوج الاولين ديال الحجر تقالين، يعني غير باش تحلهم خصك شحال واحد يهز داك السخط حيت ثقيل بزاف. المهم التابوت الثالث هو اللي مصوب من الذهب الخالص وهو اللي مباشره تحته كاين توت عنخ امون. هادشي بلا ما نهضروا على الكنوز الاخرين، تقريبا اي حاجه متعلقه بالملك قبل ما يموت كيدفنوها معاه، الادوات ديالو كامله حتى من الحيوانات الاليفه ديالو والخدم ديالو العربه ديالو كلشي كيدفنوه معاه فاش كيموت، وكلشي مصوب من الذهب الخالص. كيقولوا كيديروا بحال هكذايا باش ياخذ الملك معاه هادشي للحياه الاخرى، كيف ما هما كيامنوا في المعتقدات ديالو. المهم كلشي كان فرحان بهذا الانجاز العظيم هذا، مقبره كامله ما تخليها حتى شي واحد اكثر من 3000 عام، هذه كل حاجه باقا بلاصتها كيف ما خلاوها المحنطين القدامى الفرعونيين. ولكن ما غاديش تطول الفرحه ديالهم بزاف. اول حاجه قالوا لاحظوا تمايا فاش حيدوا ديك الحجره الكبيره فاش غادي يلقاو ديك الفتحه موراها، قالوا بلي جا فوقهم واحد النسر كبير وبقى كيدور عليهم. نتوما عارفين النسر من بين الرموز الفرعونيه القديمه اللي كتكون في الكتابات ديالهم، وعندهم حتى الهه على شكل نسر، نص بنادم ونص نسر. المهم هذه الحاجه الاولى اللي لاحظوها في النهار الاول اللي فتحوا فيه ديك المقبره. وفي نفس النهار في النهار الاول اللي فتحوا فيه ديك المقبره غادي يموت واحد العالم ديال الاثار مصري من دوك الناس اللي شاركوا في فتح ديك المقبره، وكان سميت هذا العالم محمد زكريا. جات واحد الحاله مرضيه غريبه ومات في نهارو ما طلعتوش. وفي نفس ذاك النهار نيت كيقولوا غادي تقطع في مدينه القاهره كامله، القاهره اللي هي اكبر مدينه عربيه غادي تقطع عليها الضوء بالكامل، يعني راه شي حاجه اللي غريبه. وكانت هذه غير البدايه ديال اللعنه اللي غادي تتبع الاغلبيه ديال الناس اللي شاركات ولا دخلت لديك المقبره الملعونه. المهم الجرائد غادي تهضر وتقول بلا هادشي اللي وقع بامر من الروح ديال الملك توت عنخ امون، وكاين كاع اللي زاد فيه وقال بلا راه دخلوا المقبره وناض توت عنخ امون من داك التابوت ديالو، وقال ديك الجمله ديال الانتقام اللي مكتوبه على الباب. ولكن هادشي كيبقى غير كذوب ديال الصحافه باش يجيبوا عدد كبير ديال القراء الجرائد ديالهم، واصلا فاش حلوا عليه راه كانت حتى 3 ديال التوابيت، يعني ما عنده كيدير ينوض واخا يبغي ينوض كاع. المهم دازت القضيه ديال محمد زكريا موراه بشي شهر و20 يوم. لورد كارنارفون اللي كان هو الممول ديال البعثه بالفلوس، البعثه اللي لقات القبر ديال توت عنخ امون، كان جالس كيحلق في اللحيه ديالو حتى غادي تقرص من واحد الناموسه، غادي تقرص واحد الناموسه. ديك القرصه ديال الناموسه غادي تسبب ليه بواحد السخانه اللي طيحاتو في الفراش وغادي تقتلو ديك السخانه. ومن الحوايج اللي تقالت على هذه القضيه هذه، هذه الليله هذه اللي مات فيها لورد كارنارفون نيت كان هو مربي واحد الكلبه، وفي ديك الليله ديك الكلبه بدات كتغوت حتى هي، حبسات الغوات ديالها حتى مات. هو اغلبيه ديال الضحايا اللي ماتوا بسبب دخول هذه المقبره هذه يا اما ماتوا بالسخانه واما ماتوا بشي مرض ما معروفش. وفي الاخر غادي نعطيكم واحد التفسير منطقي علاش وقع لهم بحال هذا الشيء. المهم عاوتاني الصحف
وغادي تطلع وتكتب بلا الناموسه اللي قرصت اللورد صيفطالو توت عنخ امون باش تقتلو. ولكن هادشي عاوتاني غير هضره خاويه وتخربيق راكم عارفين. المهم كان حتى واحد الصديق ديال هاورد كارتر كان من الناس اللي شاركت في الفتح ديال المقبره، غادي يعطيه هاورد كارتر واحد الكادو من ديك المقبره، عطاه واحد السوار، وهاد السوار هذا كانت عليه واحد النقوش فرعونيه، وهاد النقوش الفرعونيه فيها واحد الجمله باللغه الفرعونيه القديمه. داك الصديق ديال هاورد كارتر ما كانش عارف شنو كتعني هاد العباره هذه. المهم هاد العباره هذه كتعني ملعون الذي يحرك جسدي يجب ان تاتي له النار والماء والاوبئه. تخيل انت لابس واحد السوار مكتوب عليه هادشي وما على بالكش شنو لابس في يديك. هاد الصديق ديال كارتر غادي تجعل له العافيه في دارو وغادي تحرق له دارو كامله. عاوتاني كاين واحد نائب بريطاني حتى هو من الناس اللي دخلت للمقبره فاش يلاه تفتحات، غادي يتعمى بوقت قصير، ما غاديش يبقى يشوف، عينيه غادي يمشيو، ما كملش شهور على باش تعمى وغادي يموت بالتسمم في الدم. كاين عاوتاني العالم اللي كان مسؤول على اشعه اكس راي اللي غادي يسكاني الجثه ديال توت عنخ امون، حتى هو غادي يموت بسخانه، طيحاتو في الفراش وقتلاتو. وهنا بداو كاع الناس اللي دخلوا للمقبره كيتسناو نوبتهم باش يموتوا، كلشي بدا كيتخلع. تخيلوا معايا لدرجه واحد من دوك علماء الاثار اللي كان في ديك البيعه اللي لقاو المقبره ديال توت عنخ امون غادي ينتحر، ولكن اللي غريب قبل ما ينتحر غادي يخلي واحد الرساله كتب فيها 3 ديال الكلمات: لقد استسلمت للعنه. المهم وصلت الحالات ديال الوفيات الناس اللي دخلت لديك المقبره الملعونه ل 22 شخص، 22 واحد من الناس اللي دخلوا ديك المقبره ماتوا. كيف ما قال فيليب فاندنبرغ في الكتاب ديالو لعنة الفراعنه. المهم اللي بغى يزيد يقرا على هذه القضيه هذه وعلى هذه اللعنه هذه راه كاين واحد الكتاب بي دي اف او فابور ومترجم للعربيه ديال هذا فيليب فاندنبرغ. المهم حاول الكاتب في هذا الكتاب هذا يعطي تفسيرات منطقيه وعلميه علاش وقع هذا الشيء بعيد على الخرافات ديال اللعنه وداك الشيء. وخلاص نتوما راكم عارفين الفراعنه والقوه ديالهم في السحر، لدرجه راه مذكور في القران السحر ديالو، وحتى كاع السحره كانوا كيكونوا مقربين من الملك الفرعوني. ولكن راه كاين تفسير منطقي علاش وقع هذا الشيء وعلاش ماتوا كاع هادو اللي دخلوا لهاد المقبره هذه. اول حاجه كانت هذه اول مره غادي توقع شي حاجه بحال حيت راه اكتشفوا العلماء قبور اللي كثار قبل من القبر ديال توت عنخ امون وما عمر وقع شي حاجه بحال هكذايا. واخا راه كاع المقابر ديال الفراعنه تتكون مكتوبه عليهم ديك التحذيرات في الباب ديال الدخول، بحال واحد الملك فرعوني اللي لقاو على الباب ديال الدخول الغرفه ديال الدفن ديالو غادي يلقاو مكتوب عليها: كل من يقومون بدخول هذا القبر او يقومون باعمال شريره تجاه سيكون التمساح خصمهم في الماء والعقارب والثعابين خصومهم على الارض. ولكن واخا دوك العلماء ديال الاثار كيدخلوا لهذا القبر هذا وكينبشوا فيه ويديروا فيه اللي بغاو ما تتوقع عليهم حتى شي حاجه. يعني ديك القضيه ديال اللعنه ماشي منطقيه، حيت ما غاديش تضرب واحد العلماء دخلوا لهذا القبر وما ضربش هادو اللي دخلوا لهذا القبر هذا. يعني اي واحد دخل شي قبر غادي يضربوا ديك اللعنه الا كانت بصح كما كيقولوا اللعنه. وهنا غادي يديروا شي علماء ابحاث ديالهم علاش ديك المقبره بالضبط ديال توت عنخ امون هي اللي وقع فيها داك المشكل، وغادي يكتشفوا بان المحنطين قبل ما يسدوا ديك المقبره غادي ينشروا فيها السموم وطلعوا داك التابوت بالسم، حيت كانوا الفراعنه في ايامهم كيف ما عارفين معروفين بالاعشاب السامه، كانوا كيزرعوها وتيفهموا في داكشي مزيان، كانوا كيدكوا دوك الاعشاب السامه وكينشروا دوك السموم في المقبره باش حتى دخل شي شفاره ديك المقبره يسرق داك الكنز يموت تمايا. وحتى من دوك التحذيرات اللي كانوا مكتوبين على الابواب راه عادي داكشي باش يبعدوا الشفاره، واي واحد بغى يحل ديك المقبره يقرا داك التحذير ويخاف على حياته، وحتى الا ما خافش كاع من داك التحذير ودخل غادي يشم داك الهواء الملوث بالسم وغادي يموت. وكاع نتوما غتخيلوا معايا واحد البلاصه اللي تحت الارض ومسدود عليها اكثر من 3000 عام، اش من بكتيريا واش من فطريات غادي تربى تمايا. هادشي بلا ما نهضروا على الجثه اللي محنطه تمايا والحيوانات اللي محنطه تمايا، اش من بكتيريا واش من فطريات غادي تربى تمايا. يعني هما غير هرسوا داك الباب الحجري وحيدوه غادي يستنشقوا داك الهواء السام مباشره، غادي يستنشقوا داك الهواء السام اللي ملوث بالفطريات والبكتيريا السامه. وهادشي هو اللي كيفسر الموت ديال دوك العلماء اللي دخلوا لتمايا، شي مات بالسخانه طيحاتو في الفراش، شي مات بشي مرض ما معروف، شي تعمى ومات مور داكشي، كل واحد شنو وقع عليه. وحتى من هذاك اللي قلت لكم في الاول كاع محمد زكريا اللي كان اول واحد مات مور فاش دخلوا ديك المقبره، كان الجرح من واحد الحربه كانت محطوطه تمايا في ديك المقبره، وكانت ديك الحربه مطليه بالسم. في الاخر شنو بان لكم نتوما؟ واش هادشي بصح كان بسبب اللعنه ديال الفراعنه ولا هادشي كامل كان غير بسبب داك الهواء الملوث والمسموم اللي استنشقوا دوك العلماء فاش دخلوا تمايا فاش حلوا ديك المقبره؟ قبل ما نساليو الفيديو بغيت نوريكم واحد الفيديو اللي ديال واحد المقبره ولا اثر ولا ما عرف شنو هو في واحد الدوله اسيويه، واش الهند ولا ما عرفتش صراحه، كانوا كيحفروا بالطراكسات صدفه وغادي يطيحوا فيه، ولكن غادي تخرج لهم واحد اللفعه كبيره وغادي تمنعهم يكملوا داك الحفر. هانتوما شوفوا كيفاش واقفه الطراكس وما بغاش تخوي ليه الطريق وما بغاش تخليه يكمل خدمته، بحال تقول هذا جن عاس على شي حاجه. وهادشي علاش كان عاس كما كتشوفوا في الفيديو. يعني في هذا الفيديو هذا اللي شفتو دابا راه باين ان هذا الحنش هذا عاس على شي حاجه وكيحرس شي حاجه، كيحرس ديك المقبره اللي 100% وراها كاين شي كنز. وكيف ما كيتسمى هذا الجن هذا اللي كيحرس المقابر الجن الرصود، كيكون عساس على الكنوز. حيت واخا عطيتكم داك التفسير المنطقي على انه داك الهواء المسموم اللي شموا دوك العلماء باش ماتوا، راه ممكن انه تكون شي لعنه هي اللي ضربت شي وحدين من دوك العلماء اللي اكتشفوا ديك المقبره. حيت كيف ما عارفين راه الفراعنه كانوا مجهدين في السحر هذه بلا ما نهضروا عليها خلاص. فوالا هادشي كاين في هاد الحلقه ديال عجبتكم القصه كيف العاده ما تنساوش واحد لايك او ابوني شي كومنت في اي حاجه بغيتي ولا ما تنساوش دوزو عند لاشين يوتيوب ديالي اللي هي هادي، وكنشكركم بزاف.